السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين شهيوات خديجة أم فاتن. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو. قبل لا نبداو إن شاء الله نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. المتتبعين العزاز الغاليين، اليوم نشارك معكم الطريقة الصحيحة ديال البوشيار اللي كيجي رائع جدا مدخن، طيب بدون زيت وصحي وبنين لذيذ مهوي، كيجي بحال الشفنج ورطب كي تتشوفوا معايا بالزبيدة والعسل اللي كيجي رائع جدا جدا. غادي ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير وشوفوا، راه كيجي زوين البنات وكيجي بنين بنين، ما تشبعوش منه. الى عجبكم المحتوى ديالو ولا فيديو ما تنساونيش اللايكات الاشتراكات ديالكم. الله يرحم لكم غير الوالدين ديالكم اللي تفرجوا، ولا بغيتوا تخرجوا حطوا لي اللايك، الله يرحم لكم غير الوالدين ديالكم. يعني ما خاسرين عليه والو، راه عرفتكم غير كتنساوه. انا كنفكركم ملي تبغيو تخرجوا حطوا لنا اللايك باش يطلع لنا الفيديو، باش يشوفوه كاع الناس. هانتوما كيجي رائع جدا، طيب بدون زيت البنات، مدخن كيف قلت لكم، ديال زمان هاد البوشيار هذا. ويلا نوجدوه ان شاء الله. الطريقه اللي هي سهله مهله في قصريه كي تشوفوا معايا، ولا في عجانه فاش ما بغيتو تعجنوا عجنوا. عندي تقريبا واحد 400 غرام ديال الدقيق القمح الكومبلي اللي مغربلاه، وعندي 300 غرام ديال الفورس، يعني الدقيق الابيض انا هذا. الفورس الحرش اللي غادي نخلطهم او ندمجهم مع بعضياتهم. وغادي ندير معلقه كبيره ديال خميره الخبز، نفس المعلقه ندير معلقه ديال سكر سنيده، وغادي ندير واحد المعلقه مع مرش ديال الخرقوم البلدي. هي اختياريه ولكن كنصحكم ديروها لانه صحي. الخرقوم ندخلوه بزاف ديال الوصفات هكايا اللي يكون مسموح لنا باش ندخلوه فيهم، راه بنين وكيجي صحي. هنا الماء دافي باش غادي نعجنو، يعني الطريقه ديال العجينه عاديه بحال كنعجنو في الخبز، الماء دافي ونجمعو هكا، نبقاو ندخلوه في داك الماء حتى تجمع لنا العجينه. غتسولوني تقولوا لي واش ضروري من الدقيق الكومبلي ديال القمح؟ هو الفرق ما بينه وبين الفينو، الدقيق ديال القمح تيجي رطب وكيجي بنين عكس الفينو. وكنظن اي دار راه عندها الدقيق كومبلي ديال القمح، الا عندكم استعملوه هكا، غربلوه وديروه. ما عندكمش نهائيا راكم ديروا الفينو، ولكن حيت هاد القمح تيجي صراحه زوين اللي بحال هاد المخبوزات او هاد البوشيار. ايوا كندلكوه في الاول غير بالكف، هو ناشف ما نديروش الماء، مده تقريبا ديال 5 ديال الدقائق. من بعد عاد كنديروا الملحه، ما درتهاش في الاول، ونديروا شويه الماء، كنبقاو ندخلوا الماء بشويه بشويه، حنا كندلكو حنا ندلكو نعطيوه الماء ندلكو ونعطيوه الماء ونتفو بحال ما بحال هاد الطريقه هذه، حتى يولي لنا خواتاتي بحال الشفنج. كتسمعوا؟ ما غاديش يعذبكم لانه انا ما عندي ماشي عجينه بزاف هذه، فهمتوا؟ نتوما راه على حسب كل واحد وعلى الحساب ديالو، تقدروا ديروا العجانه. ايوا صافي. هنايا كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه بشويه، وانا كندلك كيما دلك كيما دلك حتى نحاول يرطبوا مزيان هاد العجينه. هنا من بعد ما دلكتها نيت غادي ندهنها بشويه تاع الزيت على ودي باش ما يلصقش على الكيس بلاستيكي، ونغطيها مده ديال تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نرجع ندلكها هكا. الطريقه هذه ديال هاد البوشيار. ها نتوما شوفوا شحال رطاب تبارك الله، لانه دلكتو وحتى هاد المده اللي خليناه يرتاح فيها كتعاونو. هنا راه زدت شي شويه ديال الملح حقاش بانت لي بحال درتها قليله، وندوز عاوتاني ندلك نفس الطريقه، كندير الماء وندلك ندلك ندلك هكايا. وكندير بهذيك الطريقه الاصابع ديالي ملي كنتفها هكاك، كندير شويه ديال الماء وتنبقى ندير في الاصابع ديالي. ها نتوما البنات شتو؟ ها نتوما غندير شويه الماء ونبقى ندير بصباعي بحال ما هكا، كي تيقول لك بحال كتغدريها. هاد البوشير راه ديال زمان كانوا كيديروه والدينا، وخاصه في رمضان كانوا كيديروه كيتسحروا به، كيدهنوه بالزبده والعسل. يعني ما شاء الله ما كتفكروش كاع، ما كيجيمش كاع الجوع وصحي. ايوا صافي وكنبقى عليه هكايا وكيجي بنين البنات. كنعاود ناكد وغنبقى نقولها دائما، اي حاجه هكا مدخنه راه كتجي بنينه. تقدروا الطياب فاش غنكون طيفين ان شاء الله غادي نوريك باش ولا ما سبق الاحداث. هنا بعد ما دلكتو مزيان غنجيب هذا البول غندهنو بشويه تاع الزيت غير باش ما نلصقش لنا عليه العجينه فقط. صافي غادي نحط فيه العجينه، تقدروا تخليوها غير في القصريه، ولكن انا بغيتها تخمر ليا دغيا دغيا، حقاش بغا نديرو بالكسكروط وراني معطله شويه.
وصافي غنجيب السلوفاه اللي غادي نغطي به هذاك البول مزيان باش ما يدخلش كاع ما تدخلش ليه الهواء، ودزمت هكاك باش يخمر لنا دغيا صراحه خمر، وحنا نعرفوا دابا الجو راه بدا كيسخن، مبقاتش هذيك البروده اللي كانت، وغادي نغطي غير واحد السريبيته صافي نخليوه ونرجع ان شاء الله باش نطيبو معاكم. هادو راه غير نكوروه صافي نطيبوه، ماشي بحال هادوك المخيمرات، هذا راه البوشيار، سميتو البوشيار، بلا ما بقاو الواحد يدير لي كل واحد داير لي سميه. صافي البنات، هنايا كي تشوفوا معايا ضاعف الحجم ديال العجين، خمراتنا مزيان تبارك الله، ضروري تخليوها تخمر. وغادي ندوزو دابا باش نكورو ان شاء الله باش نطيبو، غادي غير نكورو نطيبو، غادي نبسطو او نقرصو في الدقيق الكومبلي اللي انا مغربلاه، فهمتوا؟ نفس الدقيق اللي درنا اللي غربلت. غادا ندهن يدي بشويه، الاصابع ديالي بشويه الزيت، غير شويه البنات، غير باش ما نلصقش ليك على يدي صافي. شوفوا الخموريه كنوريكم هنا، كنشكلوا الكويره هي في يدينا، ماشي كنحطوها فوق من فداك القصريه في الدقيق عاد نشكلوها، لا شكلوها في يدينا هكا باش ما تشربش الدقيق. غادي نعاود معكم تعرفوني علاش كنهضر. ها نتوما الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، انا غادي نديرهم شويه كبار وانتوما اللي بغيتو. صافي هنا كنشكلها بيديا، شوفوا ها انتم شتو، وكنحطها في القصريه، ماشي تنحطها ثم نجمع فيها تشرب لكم الدقيق بزاف، لا البنات. ها نتوما صافي غادي ندير غير واحد الربعه وغادوز نقرصهم ونبدا نطيب ونرجع عاد نكمل عاوتاني الاخرين. نتوما تقدروا تكوروا كلشي في دقه واحده وعاد تبداو طيبوا. ها نتوما درتهم تبارك الله كبارين ما شاء الله. وصافي دابا في هاد الاثناء راه حطيت المقله تسخن، غادي نحيد هذا على جنب وندوز باش نقرص. هانتوما خواتاتي هنا تقدروا ما ديروش الدقيق، راه كاين بعض المناطق ما كيديروش الدقيق، كيديروا غير الزيت، يعني يبسطون في الزيت، ولكن البنات راه ما كيجيش بنين، ما كيجيش بنين نهائيا، وحتى الطياب ديالو ما كيجيناش محمر بحال هذا، يعني كيجي مدخن. فهمتوا؟ راه المذاق كيختلف بزاف بعيد عليه بكل بعد. بعض المناطق كنهضر على بعض المناطق، راه كل واحد والمنطقه ديالو كيفاش كدير. حنايا المنطقه ديالنا الناس زمان ديالنا والدينا كانوا كيديروه وهكايا، هادو بوشيار مقرص في الدقيق. هنا المقله راه سخنات، النار عاليه، عكس على بعض المخبوزات او الفطائر اللي كنقول لكم النار تكون متوسطه او مهيله، لا هذا كيبغي النار تكون عاليه البنات. فهمتوا؟ صافي هانتوما اون فوا كيبداو يبانوا لنا دوك الفقاعات صافي تنقلبوا. هانتوما خواتاتي عرفتي الريحه طالعه من دابا، هذاك الدقيق كيتحرق، ملي كيتحرق تيعطي المذاق لهذاك البوشيار. كنعرفوا المطاعم الكبار اللي كنمشيو ليهم واش ولاو يديروا، يعني تيقلبوا على الحاجه المدخنه اللي فيها ريحه الدخان، كيحطوا لك اللحم ولا كيحطوا لك شي وصفه، وكيشدوا داك الفحم وكيحطوه في بابي الومنيوم، كيديروا شويه الزيت وكيحرقوا هذيك الفحمه، يعني كيشعلوا فيها العافيه باش تحرق، باش تعطي داك المذاق ديال الدخان. فهمتوا؟ كنبقاو نقلبوه وشوفوا التحمار كيفاش كيتحمر، وشوفوا داك الدقيق اللي في المقله، داك الدخان راه هو المذاق، هو البوشيار، هو البنه، هو كل شيء. غير كنصحكم به، الناس اللي عارفينه غيكونوا متفقين معايا، والناس اللي ما عارفينش غير اختي دير هاد الوصفه، راه ديال زمان وراه زوين هاد البوشيار هذا رائع. صافي تنبقى مستمر هكا نقلب فيه حتى نكمل ان شاء الله بنفس الطريقه. هنا ما كنديروا لا زيت لا حتى شي حاجه، عندكم ديروا الزيت ولا شي حاجه، لا راه طايب غير في الدقيق او الطحين هكا طايب فيه باش كيجينا زوين. غنستمر بحال هكا حتى شوفوا التحمار ديالو كيفاش كيجي، شفتوا عكس ديال الزيت تيتبرقع علينا. فهمتوا؟ كيتبرقع. صافي ها نتوما شوفوا الدقيق راه ما كيلصقش عليه على فكره، لا تيبقى لاصق في المقله تما. وصافي كملت بنفس الطريقه. انا عاد غنحتو دابا، نحيد لي داك الدقيق الفائض، شوفوا داك التحمار ديالو كيفاش داير تبارك الله ما شاء الله. هنا غندوز نحيد لي داك الفائض ديال الدقيق وندوز ندهنوه معاكم، درتو في الطبسيل وغادي ندهنوه. هنا عندي الزبده البلديه يا لاله اللي ذوبتها، وغنزيد عليها العسل. ها نتوما هاد النوع كنوريكم النوع ديال العسل زوين هذا البنات، ديال الكريتوس غزال صراحه، يعني المذاق ديالو زوينه، ماشي عسل حر، ومهم زوين وصافي. فينا هو العسل الحر؟ العسل الحر لا جبناه خصنا نخليوه غير للدواء
إيوا صافي غندوزو ندهنو يا لالا ويا لالا هاد المخامر ديالنا بالطريقة القديمة ديال والدينا، هاكا كيدهنوه، يعني كيبغيو هاد البوشيّر تيبغي يتشبّع مزيان تجغجغيه في داك الدهون أو الزبدة، ندهنوه مزيان البنات هكايا. دابا روق الزبدة ما شاء الله، فمرّة تهلاو في راسنا لِمّا لا. شوفوا البنات هانتوما، شوفوا تبارك الله وما شاء الله، غندهنوا مزيان هاد المخيمرات، يعني راه درت غير القياس انايا فهمتوا، راه 3 وقيلا ولا 4، 3 واقيلا حيت ما كثرش بزاف، درت 3 خليتهم ناشفين وهادو أنا ما عرفت شحال من وحدة، هادو 4 واقيلا غادي ندهنهم، يعني القياس صافي. وها نتوما شوفوا العسل راه بقى من التحت والزبدة طلعت من الفوق، هذاك الشيء اللي بغيت نيت، العسل اللي بقى من الفوق. إوا كندهنهم بحال هاد الطريقة هادي، عرفتي دهنتهم مزيان البنات جاو مجغجغين. شوفوا معايا ما شاء الله، يسمحوا لي البنات اللي كيتوحموا. إوا ها البوشيّر اختي، ماشي تمشيو طيبوه في الزيت وتقولوا هذا هو البوشيّر، لا اختي راه لا علاقة عليه. إوا طيبينه هكاك في الدقيق باش يجينا مدخن ويجينا المذاق ويجينا البن اختي، تاكلي الصبيعة ديالك عليه وكيجي فشفش بحال الشفنج فهمتوا. ها انتم شوفوا ما شهيتكم البنات اللي كيتوحموا، يسمحوا لي بزاف. ها انتم اختي مع واحد بريري ديال اتاي بالنعناع، يا لالا ويا لالا ما شهيتكم، سمحوا لي بزاف ما شاء الله. وحتى هنا وكيكون شوفوا حتى هنا وكيكون الفيديو ديالنا سالا. نتمنى نلقاكم نتوما باحسن حال واحوال، وتهلاو ليا في راسكم بزاف، وانتظروا الجديد. شوفوا ليا من داخل، ضربوا ليا، شوفوا شفتوا كيفاش مهوي تبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.